أهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة من جدل عراقي. الدولار يحرق السوق العراقية والمواطن في غليان متصاعد. حياكم الله من جديد. رحبوا معي بضيوفي في هذه الحلقة، كل من رئيس مركز الخلد للدراسات الدكتور خالد الشمري ينضم معنا من ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. أرحب أيضا بالباحث في الشأن السياسي الأستاذ محسن البهادلي من العاصمة الحبيبة بغداد، والتي يبدو أن أسواقها اشتعلت اليوم مع ارتفاع أسعار الصرف. أبدأ معك سيد البهادلي أولا لكي تعطينا انطباعا عن شعور المواطن مع هذا الارتفاع المضطرد في أسعار سعر الصرف، ومن بعدها نذهب إلى المسببات مع السيد الشمري. لاحقا أبدأ معك سيد البهادلي، تفضل. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم لقناتكم الراعي المبارك. يعني حقيقة هناك طفرات كبيرة في سعر الدولار في بغداد، لذلك اليوم هناك تدمر كبير في الشارع العراقي والأسواق العراقية اليوم تعتمد على سعر الدولار. يعني مع الأسف اليوم احنا كنا نتأمل الكثير من هذه الحكومة وبرنامجها حقيقة الحكومي وما قاله السوداني وكثير من الشخصيات، على أن الأهم والمهم جدا، الأهم هو يعني أسمعك جيدا. نعم سعر الدولار يكون هو يعني يرجع إلى وضعه الطبيعي، لكن تفاجأنا في هذه الأيام والأسابيع السابقة بصعود مذهل للدولار. يعني ما الأسباب الحقيقية لصعود الدولار لحد الآن مبهمة. يعني اليوم هناك عندما تدخل إلى الأسواق، إلى المتاجر العراقية اليوم، إلى البضائع، إلى كل شيء، اليوم يتحجج اليوم التاجر ويتحجج أبو الكافترية وحتى المطاعم اليوم عندما تسأله يقول سعر الدولار. يعني والمواطن العراقي أخذ يتذمر كثيرا يعني على هذه الحالة. احنا اليوم أملنا أن تكون الحكومة يعني هي بجانب المواطن العراقي، لكن عندما يرتفع سعر الدولار بهذه الطريقة هو استفزاز حقيقة، استفزاز لمشاعر المواطنين. الحلقة الموجودة اللي كنا نتأمل من هذه الحكومة أن يكون هو أول أولياته هو نزول الدولار، ويكون في طبعا بالأخص أن السيد السوداني عندما كان نائبا حذر من ثورة جياع، فمن ماذا سيحذر الآن؟ يا سيدي العزيز والله اليوم التذمر. أنا في بغداد وخرجت إلى المتاجر وخرجت وشاهدت الناس، لا توجد حكاية بالشارع العراقي 3 أشخاص أو 4 أشخاص إلا عنهم حديثهم الدولار. كل المحلات وكل المتاجر وكل الناس الموجودة اليوم هي تتكلم بسعر الدولار. مع الأسف اليوم هذا هو يضاف عبء كبير على المواطن. هناك أنا أقول أخ أنس يعني حقيقة هناك أجندات سياسية محتكرة للعملية وللمصارف الأهلية تحمل خارج إطار وسيطرة الدولة. يعني لماذا اليوم عندما يصعد الدولار بهذه الطريقة لم يخرج لنا مسؤول من البنك المركزي العراقي، لم يخرج لنا مسؤول من اللجان الموجودة داخل مجلس النواب الأسباب الحقيقية وراء صعود هذا الدولار المذهل؟ لماذا هذا الصعود؟ ولو أن الحكومة في وقتها أعلنت على لسان السيد السوداني واللجان الموجودة في مجلس النواب قالت هو هذا الصعود مؤقت، هذا الصعود المؤقت أخذ الآن هو بالصعود التصاعدي. يعني التصاعدي اليوم من 51 إلى 52، اليوم وصل إلى 56. يعني هذا هو احنا اليوم نطالب بشخصية سياسية اقتصادية، الحلول او الاسباب الحقيقيه. احنا ليش ويانا دكتور خالد؟ لعد خلينا ننتقل للدكتور خالد مباشره. قال له هو ابوها وهو يسميها. مساء الخير دكتور خالد. اهلا وسهلا. مساء الخير. الدولار اليوم 158.5
قفل وقرة عين الحكومة. ليش ارتفع هالارتفاع هذا دكتور خالد؟ عفوا، هنالك مسببات من قبل، يعني تفسيرات من قبل البنك المركزي، والأخ إحسان نائب المحافظ هو اللي صرح، قال هنالك تعديل للمنصة أو المنصة الإلكترونية. احنا المشكلة بالعراق سابقا عملية التحويل الخارجي من الاعتمادات والحوالات والبوالص وغيرها لن تخضع أبدا لأي مراقبة لهذا التحويل، ولهذا صار عملية غسيل أموال كثيرة، وحصلت كثير جدا حتى في عملية تمويل المشاريع. يعني تصور أنت أضرب لك مثل بسيط جدا، مشاريع يقول لك حط 25% وأنا أعطيك قرض، فيجي صاحب المشروع يقول لك إيه أنا أطلع ال 25% أو 50% من قيمة المستوردات للمصنع من الخارج، أي لا توجد ضوابط على الاعتمادات والحوالات للخارج. هذا أدى إلى أن يكون هنالك كثير من تهريب الأموال إلى الخارج، أي تضخيم. يعني حتى لو أخذنا ميزان المدفوعات تجد ميزان المدفوعات صحيح يقول لك الاستيرادات بمقدار كذا، ولكن حقيقة هذه الاستيرادات الموجودة والتحويلات إلى الخارج هي أقل بكثير من حق المواد والسلع التي استوردت إلى داخل العراق. هذا أولا. ثانيا، هذه المنصة الآن هو بالمناسبة أيضا العقوبات على تجاوز المصارف الأهلية العراقية، يعني بنك البلاد الإسلامي تغير اسمه إلى بنك العطاء أو كذا، نعم. كان عليه عقوبات من عام 2018 من قبل البنك الفدرالي الأمريكي. ليش؟ لأن هنالك تجاوز في التعاملات إلى الخارج، وخاصة التعامل مع دول أخرى بطريقة يعني غير منضبطة، وأدى إلى تهريب أموال إلى خارج العراق. وهنالك 4 مصارف أخرى. هذه المشكلة الآن. عندما البنك المركزي أراد أن يعمل المنصة ما هي المنصة؟ منصة السويفت العالم كله يتعامل بالسويفت. الآن المشكلة الأوكرانية الروسية والضغط على روسيا، لأنه لا تستطيع أن تتعامل بالسويفت بالطريقة الطبيعية مع دول العالم إلا من خلالها، وتحاول روسيا أن لا تتعامل بهذه الطريقة، لأنه عملية التعامل بالدولار تكون منضبطة بشكل كبير. الآن البنك المركزي بعد 18 سنة 19 سنة أريد أن يعمل هذه المنصة حتى تكون عملية التحويل إلى الخارج بطريقة سليمة وبأقل ما يمكن من عملية التهريب. أي تعرف أنت تفتح اعتماد إلى أي دولة، الاعتماد بمبلغ محدد، هذا المبلغ معروف ما هي السلعة، كم كلفة السلعة حقيقة، وليس التجاوز عليها، تذهب إلى عن طريق البنوك الأمريكية، ثم تذهب هذه التحويلات كما هو في دول العالم كل، باعتبار الدولار لا زال هو العملة الرئيسية والتحويلات من خلال يوسف من النظام الأمريكي. الآن هذا التحديد ماذا عمل؟ أنه البنوك لا تستطيع أن تقدم حقيقة الأوراق للتحويلات، سواء كان للبيع الداخلي من العملة الأجنبية من الدولار النقدي أو من الدولار الحوالات، لابد أن يذهب إلى هذه المنصة. هنالك تدقيق من هذه المنصة، عندما يكون تدقيق سوف يكون تجاوز، لا تستطيع المصارف الخاصة التي كانت تتجاوز كثيرا الآن بهذا التجاوز. ماذا عملت؟ أصبحت تذهب إلى السوق بشراء الدولار وارتفع سعر الدولار. لو أعطيك مثل بسيط جدا الآن، هو سعر يعني مقدار الطلب ليوم الخميس القادم 29 من البنك المركزي للحوالات 33 دولار مليون و6 مليون دولار، وللمبلغ النقدي 32.4، يعني مجموع الطلب 66 مليون دولار فقط. ليش؟ لأنه المنصة لا تستطيع أن تتجاوز، كان 200 و192 و190 مليون دولار، تذهب إلى البنك المركزي وتقول له أعطيني هذا المبلغ والبنك المركزي يبيع له. الآن لا. أين هي الاتجاهات الحقيقية لهذه الحوالات ولهذه المبالغ النقدية؟ هنالك بنوك لم تستطع أن تتواكب مع هذه العملية، أو لم تستطع، أو هي تحاول أن لم تواكب حتى تستطيع أن تستحوذ على أموال من البيع من المزاد بالعملة، بالبيع النقدي من المزاد العملة اليوم. يعني هذا معناه أنه هاي المصارف حجم التداول مالها أعظم بكثير من حجم التداول العادي، 3 أضعاف. كانت طبعا يعني تتكلمني عن فارق 200 من عندي 200 مليون دولار، والمتداول بحسب كلام حضرتك ما يتجاوز ال 65 مليون دولار.
يعني أي فرق 66 الان البيع نعم. يوم الخميس. نعم يعني فرق 135 مليون دولار. هاي وين كانت تروح وشنو كانت تروح؟ هو هاي النقطة الأساسية اللي ذكرت لك إياها، كيفية التحويل بدون أي رقابة. وذكرت لك كيف عوقبت بنوك 4 عام 2018 من قبل الفدرالي البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. نعم. لأنه تجاوزت عن التعامل بطريقة غير سليمة. طبعا هذا يأثر على الاقتصاد العراقي. يعني أنا مع احتراماتي إلى كل الدول، كيف أتجاوز عن التحويلات الخارجية من بنوك خاصة وهو بنك البلاد الإسلامي ومع 4 بنوك أخرى. الآن هذه المشكلة الأساسية اللي ذكرت لك إياها. الآن مقدار احتياجات هذه البنوك على المنصة 66 مليون دولار. نعم. عندما كان البيع بالمزاد دون المنصة وصل 190 و200 مليون دولار. ليش؟ لأن هذه البنوك تذهب تقول لك أنا أحتاج هذا المبلغ، والبنك المركزي لم يقار. يا أخي العزيز في كل العالم، يعني أنا عملت في بنوك عالمية، عندما تأتي أي اعتماد، تعرف أنا أعمل بالاعتماد، يجيني الموظف أعمل له الاعتماد، أعرف كم هو سعر السلعة المستوردة. نعم. أعرف السلعة المستوردة، أعرف المبلغ الذي يحول إلى الخارج، وهذا المبلغ عليه سعر الصرف اللي ما أخذه أنا وأحوله إلى الخارج، دون أن يعطيني هو فواتير لا يعرف معناها. الفواتير تقول مبالغ بها كثير جدا، وأعطي هذه الحوالات. لا تجوز. فقط في العراق أصبحت بهذه الطريقة. طيب. الآن البنك المركزي ماذا عمل؟ حتى للاعتمادات المستندية كان يبيع الدولار ب 1470 البنوك. طبعا هو البنك المركزي دائما، خلينا نعطي ملاحظة مهمة، انه البنك المركزي كان لما كان سعر الدينار 1,180,000 وصار نعم. 1,192، بعدين حول الى 1,450,000 اللي ارتفاع، هو يبيعه بعمولة الى البنك. كانت العمولة 13 اصبحت العمولة 10، يعني يبيعها ب 1460. الان الى الاعتمادات حطها الى 1465 البنوك، وهو يعطي دعم 5 الى البنوك الخاصة. يعني خفض عملية التحويل للاعتمادات حتى لا يتكلف صاحب الاعتماد بفوارق بالعملة. إذا معناها المفروض هذا تؤثر اللي تفضلت فيه على المستهلك، ولا ترفع الدينار بهذا الشكل. يعني طيب ليش ارتفع عندي بالسوق؟ ليش ارتفع عندي بالسوق لما 1465؟ لأنه خارج المنصة لا خارج يستطيع أن يدخل المنصة على عملية المراقبة من البنك الفدرالي والسويفت، أدت إلى أن تدخل إلى السوق وتشتري العملة من السوق وارتفاع سعر السوق، لأن هي بحاجة إلى طلبات ولا يهمها هذا الارتفاع البسيط. ارتفاع بسيط حقيقة بالنسبة للبنوك وليس بالنسبة للمواطن العراقي، لأن المواطن العراقي سوف يتحمل الكلفة اللي هي بحدود 1.5 إلى 2% الآن ارتفاع، إذا أخذنا الفرق بين سعر البنك المركزي والسعر الحالي بحدود 1502 أو 3، هي بحدود 2%. هذه ال 2% سوف ترتفع أسعار السلع بأضعافها، لأن التاجر دائما يأخذ الاحتياطات. من هو المتضرر الأكبر؟ المواطن. المواطن العراقي. وأريد أن أعود للسيد البهادلي بنقطة. اليوم هنالك تصريحات تتكلم عن مؤامرة، تتكلم عن أن حقيقة هذا الارتفاع مرتبطة بأجندة أمريكية تحاول إخضاع العراق إلى مفاوضات مطلع هذا العام. هذا الكلام طبعا على ذمة تحالف سياسي داخل الإطار التنسيقي. أخي أمريكا كلها أمريكا يعني الله يعني أكيد يوم أستاذ خالد أغنانا بكثير من المعلومات حقيقة. يعني المعلومات اللي ذكرها جدا مهمة. يعني كذلك أضيف يعني يوم إغلاق 4 مصارف بأمر البنك المركزي العراقي، يعني وكذلك المصارف اللي أعلن حظرها البنك الفدرالي الأمريكي، هاي لا حقيقة تمثل 40% من المبيعات البنك المركزي العراقي، لأن هذه المصارف المحظورة هي مهمة جدا. المصارف اللي كانت اللي قبل ما تنحظر أذكر أسمائها الأنصاري، الشرق الأوسط والقابض وآسيا، هذه متهمة بتهريب العملة. كذلك المعلومة اللي أدلى بها أستاذ خالد، البنك المركزي بدأ بطريقة جديدة ونظام جديد سويفت، يعني هذا أسلوب جديد أشبه بالنظام العالمي. هذا الأمر أدى إلى رجوع عديد من الحوالات وتقليل المصارف المحلية
وشراء كميات كبيرة من الدولار بسبب هذه الإجراءات المشددة اللي ذكرتها بهذه الإجراءات اللي سويفت أدت إلى هذه العملية. أرجع لسؤالك، يعني اليوم احنا حقيقة تقول ان هناك مؤامرات، ونعم لا استبعد اليوم ان امريكا هي الفاعله الاولى. يعني امريكا اليوم هي النفط العراقي واموال النفط العراقي، يعرف استاذ خالد اين يذهب من اين ياتي، يعني هو بيد البوابه مالته بيد الولايات المتحده الامريكيه. عندما توجه بس بنيه المؤامره، يعني بنيه امريكا بدها تتآمر علينا لا بهذه النية. والله يا سيد العزيز لا استبعد هذا الشيء. عندما ذهب السيد السوداني الى السعوديه واجتمع وبنى تحالف جديد مع الصين مع هذه الدول وأسسوا محور جديد، هذا المحور هو ضد السياسة الاقتصادية الأمريكية، وذهبوا إلى الصين وتركوا الولايات المتحدة الأمريكية. أخ أنس أضيف لك معلومة. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت وعبرت البحار وعبرت المحيطات وأعطت 5000 قتيل قتلوا في العراق، هي مو جمعية خيرية اليوم وتترك العراق بهذه الطريقة وتترك الحبل السوداني يذهب. ويعني استاذ خالد هو اليوم مبتسم حقيقة متفائل، يعني أنا يعني تفضل استاذ خالد عندك كلام. سيد العزيز، اولا خلينا نبحث الطريقه السياسه النقديه قبل ما نبحث نظريه المؤامره، ودائما الدول تبحث عن مصالحها. وانا العراق اي تعامل تجاري سواء كان مع الصين مع السعوديه مع اي دوله، علي ان ابحث مصالح العراق، والمصالح ليست فقط لدوله وانما مصالح مشتركه. اضرب لك مثل. اولا ليس دفاعا عن الولايات المتحده، افضل قانون صدر للعراق في زمن التحالف هو قانون البنك المركزي. لو نقرأ قانون البنك المركزي من أفضل القوانين في العالم، ولكن ليس الإدارة والتعامل، الإدارة وبيع بالمزاد هو الأساس، وإنما أنا أتكلم عن قانون البنك المركزي به شروطه، وهي مراقبة المصارف الخاصة. أين هي مراقبة المصارف الخاصة؟ أنا أعطي بدل ما أكون المصارف الخاصة أعطيها سيولة للتنمية، حولت الاحتياطي النقدي الإجباري القانوني من 25% خفضت إلى 10%، ولم تقدم هذه المصارف أي خدمة، وإنما دخلت المزاد لشراء العملة وتهريبها إلى الخارج. هذا دور البنك المركزي العراقي. ثانيا البنك المركزي العراقي عنده حصانة، والأموال العراقية بقرار بوش عام 2003 عدم المطالبة بأي دعاوي على الأموال العراقية التي تكون في الولايات الأمريكية، ولحد الآن لم تظهر أي دعوة ضد الحكومة العراقية على مطالبة الأموال السابقة، هذا لأنه فيها حصانة. إذن هذه نقطة. النقطة الثالثة، البنوك الأمريكية الآن الاحتياطي المركزي، البنك المركزي بالمناسبة اللي تفضلت كلها هي البنوك. التعامل العالمي أخي بعد 71 عندما خرجت أمريكا من قاعدة الذهب أصبحت الدولار هو العملة الأساسية، والتعامل الدولي العالم أخذ تعامل العالم بالدولار. لماذا؟ هذا هو العالم. ولهذا السبب أصبح التعامل اللي ذكرت لك إياه المنصة والسويفت والتعامل مع روسيا. الآن الاحتياطي من البيع النفط بالعراق يذهب بالدولار إلى حساب البنك المركزي العراقي ووزارة المالية في الاحتياط الفدرالي، ويستثمر إما بالسندات. الآن السندات الأمريكية العالم كله ذهبت إلى السندات الأمريكية، لأن ارتفع سعر الفائدة خلال 6 شهور، رفعوه 3 مرات، 75 نقطة و50 نقطة و100 نقطة، وهكذا ارتفع سعر الفائدة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي تستحوذ على الأموال العراقية لحد الآن. قل لي أي قرار أمريكي صدر للعراق أن لا يأخذ بأمواله من الأموال الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا توجد. ولكن دكتور خالد، عفوا سؤال، يعني من خلال كلام حضرتك، هل هذا يعني أن اقتصادنا يخضع بالكامل لرقابة الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، مو يخضع، عفوا خلينا نفرق بين يخضع والأموال العراقية، مثل أموال كثيرة حتى بالسعودية، حتى الإمارات، حتى كذا. عندما تصدر هذه الأموال
النفط تذهب الى حسابات السويفت اللي موجوده عن طريق الولايات المتحده وتكون اخي العزيز اذهب الى اي بنك اي بنك الان في البلدان العربيه، اي بنك عندك حساب في بنك وبنك ثاني حايط بيناتهم حايط، قل له حول لي $10 من هذا البنك الى هذا البنك، يذهب بسويفت الى الولايات المتحده الامريكيه ثم يعود. هذا النظام العالمي للتحويلات الخارجيه، هذا هو النظام السويفت العالمي، ليس اتفق عليه العالم. والان المنصه العراقيه هي تريد ان تعمل بهذا الاتجاه لتقلل من عمليه الاخفاقات وعمليه التلاعب وعمليه غسيل الاموال، لانه سوف تكون الاموال مراقبه اين تذهب هذه الاموال خارج. ليس الاحتياط، الاموال العراقيه الموجوده بسندات انا الان ممكن ان احولها. بالمناسبه العراق ايضا عنده البنك المركزي العراقي عنده استثمارات ببنوك خارجيه، بنوك مركزيه اخرى اوروبيه بحدود 6 مليار او 7 مليار دولار في هذه البنوك حسب الفائده. وبالمناسبه ايضا البنك المركزي العراقي باستثماراته بالخارج، انظر ميزانيه 2018 خسر مليار دولار، ميزانيه 2014 خسر مليار دولار البنك المركزي بمساهماته في الخارج، بينما هو يربح من بيع الدينار العراقي، وذكرت لك كان 13 والان اصبح 10 دينار لكل دولار يبيعه. اذا لديه موارد، هو استثماراته قد تكون استثمر بدون ان تكون سي ناقص، نعم. وهي المفروض تكون اي زائد يستثمر بها، استثمر ببعض المؤسسات اللي هي الرانك مالها الترتيب مالها سي ناقص. هذا ايضا البنك المركزي خالف، ما له علاقه. يعني خلينا نفكر بانه البلدان هي التي تقرر سياستها. يعني البنك المركزي العراقي الان يريد يعمل المنصه، وعدنا من قبل من قناتكم الكريمه قبل فترات طويله قلنا المفروض ان يراقب الحوالات والاعتمادات، صح، اي شيء عشان هذا يراقبها حتى لا يكون هناك تهريب. كلام صحيح. يراقب البنوك يا اخي، يراقب السوق الموجوده الماليه، يراقب البنوك. لم يعمل بها البنك المركزي، وقلت لك قلل الاحتياطي بهذا الشكل دون ان تكون هنالك اجراءات تنمويه. ايش قد قل لي نسبه مساهمه المصارف العراقيه؟ عندنا اكثر مصارف عراقيه، حوالي 75 مصرف عراقي، مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 12%، بينما في الاردن عدد البنوك اقل من ربع البنوك العراقيه وتساهم 130% من الناتج المحلي الاجمالي. هذا مؤشر بسيط، رقم كبير جدا وفارق مقروء والله يا سيدي العزيز. سيد البهادري، يمكن الصورة وضحت الآن خارج الاتهامات. يعني مثلا تحالف الفتح قال لك إن ما يحدث يعلق على ارتفاع سعر الدولار، يقول لك هو عملية ابتزاز واضحة من واشنطن لحكومة بغداد من أجل 3 ملفات، واحد منها ملف الانفتاح على الصين. يقول لك هاي عقوبة للعراق لأنه دا يحاول يتوجه إلى الصين. واقتصاديا احنا ويانا دكتور خالد، نعم، لكن اقتصاديا أيضا احنا هم ما يصير نظل عايشين بس على أمريكا. شو تقول؟ لا شوف سيدي العزيز، بالمؤتمر الصحفي الأخير للسيد رئيس الوزراء قال سنكشف عن تفاصيل سرقة القرن. هذا ما نوهت عليه أنس. هذا اليوم الصعود وهذا الشارع الاقتصادي الملتهب يريد يحول الانظار عن سرقه القرن. يعني كما هو بمؤتمر الصحفي قال انا ساكشف تفاصيل جديده. اعتقد اليوم هذا توجه من اجل تضليل الاعلام وتضليل الناس وابعادهم عن سرقه القرن. قصدك رفع سعر الصرف حتى لا تتداول الناس موضوع سرقه القرن؟ شوف لا اخ انس، يعني بمؤتمر الصحفي الاخير للسيد رئيس الوزراء قال سنكشف تفاصيل سرقه القرن. بمعنى شنو؟ سيكشف الحيتان اللي سرقت الاموال، بقيه الاموال، الناس المرتبطه، الجهات المتنفذه، ممكن اسماء كبيره. يعني عندما اعلن في هذا المؤتمر بدأ بصعود الدولار فورا. والله ما حد لازم مني اذا اراد يطلع مؤتمر صحفي السيد السوداني وعبر اي قناه، يعني هلا بيب قناه سامره، خليه يطلع يشرفنا ويقول يابا شنو سرقه القرن وخلي يكشف لنا اياها. قال له خوجه علي ولا علي؟ والله شنو اللي يتغير؟ يعني سعر الدولار
يرتفع اذا ما كشف سرقه القرن. لا سيد البهادري ما ظنتي. حتى يبعدون الانظار، حتى يبعدون الانظار، حتى يبعدون الناس عن التكلف. اليوم انتهت، اليوم في بدايتها كانت العام هي متداوله في الشارع العراقي والحديث عن سرقه القرن. اليوم ما تجد احد يتكلم في سرقه القرن، اليوم كل تتكلم عن الدولار، كيف اصبح الدولار، ماذا يعني صعد الدولار، نزل الدولار. هذا هو قصدي اني. مو هاي قبل شو يقولون سيد البهادري؟ قبل يقولون هنالك ازمات، وطبعا هذا معروف، هنالك ازمات تختلقها الحكومه، تختلقها الحكومه من اجل الهاء الشعب او لفت انتباهه الى شيء اخر. لكن هل هنالك من يحاول ان يلفت نظر الشارع خارج الحكومه؟ معناها احنا عندنا دوله ببطن دوله، معناها اكو دوله عميقه. يا سيدي العزيز، انا اتمنى ومن قناتكم اتمنى من السيد السوداني العوده للمسار الذي كتبه في البرنامج الحكومي. يعني احد البرامج واحد الاشياء الايجابيه اللي قالها هو ساكون قريب الى المواطن العراقي، ساكون حكومه خدمات، الدولار، صرف الدولار، هذه كلها اليوم ماكو. اليوم اصبحت شعارات وترويج. يعني انا اقولها بصراحه، اذا بقى الحال على ما هو، يعني الحال اذا بقى الان على هذه الشاكله وسعر الدولار واسعار ارتفاع الاسعار، ستكون هناك ثوره جياع كبيره جدا بعد بطوله كأس الخليج. وانا اتوقع هذه يعني من خلال جس نبض الشارع العراقي ستكون هناك ثوره. على طاري بطوله الخليج، يقول لك هاي ايضا وحده من الاشياء اللي دا تحاول تلهي العالم. بعض الاخوه المغردين ادلى بدلوه بهذا الموضوع وبين انه هو ضد اقامه كاس الخليج في البصره، ويقول لك هذا ذرمات في العيون، وانه ما يشوفون العالم خيبتنا وما اعرف ايش. ما ادري، انا شخصيا مع كاس الخليج. هاي قضايا اعتباريه. انا بالنسبه لي كمواطن، انا رجال وعيت على الدنيا. هذا كاس الخليج بالنسبه لنا يعتبر يعني مشابه لكاس العالم، يعني بطوله وحلوه، وخلي تصير بالعراق، خلينا نعكس صوره حلوه عن العراق. نعم استاذ انس، يعني احنا شوف تربينا وعرفنا يعني اللواعيب العراقيه والخليجيه وهذا التجانس المجتمعي بيننا. انا حقيقه حضرت كاس الخليج 79 في ملعب الشعب، يعني اول لعبه لكاس الخليج حضرتها، وشاهدت كيف البحرانيين يشجعون والقطريين والكويتيين. اليوم احنا انحرمنا من كاس الخليج دورات عديده. كاس الخليج ارادت ان تكون 24 ذهبت الى اليمن مكان ان تذهب الى البصره، كاس الخليج ان تكون 23 ذهبت في الكويت. اليوم هذه فرصه حلوه وجميله يا اخي العزيز، شئنا ام ابينا احنا لازم نرجع الى العروبيه مالتنا. هناك كثير كما تفضلت انت اليوم ناس ما تريد كاس الخليج في البصره، هناك توجه يا اخي. اني والله العظيم الان ويعني احس بقلق، لان عندما تبدا كاس الخليج ممكن ان تطفئ الانوار عن كاس الخليج واصبح مظلمه. وتعرف بيد بني استاذ خالد يعرف من هو اللي يطفئ الانوار ويشعلها؟ من اللي يطفئ الانوار؟ الخاطر الله. يعني اليوم يعني قصدك يطفون الكهرباء على الملعب؟ بالتاكيد، لان احنا بالله الكريم انا خايف من هذا الموضوع، لان انا دائما اخاف من الكهرباء خصوصا بالعراق، لانه ضيوفي صايره وياهم يمكن اكثر من 20 مره، هو دا يحكي وياي عبر سكايب من بغداد وفجاه انقلبت الصوره الى ظلمه وجاني بس الصوت. نجعل كأس الخليج تكون في البصرة ويكون أخواننا الخليجيين في البصرة. هذا هو التوجه، وهذا ما يريد يفعله بعض الناس. اليوم أنا عندي يعني كما نوهيت، اليوم
شلون مثل ابو المولده اليوم خاف يطفون السيركت علينا وتطفى الكهرباء. اي بس قول لي منو الين يطفي السيركت؟ هذا منو هو مثلا؟ يا اخي تعرفه هو بيد من؟ هو منين؟ الغاز منين؟ النفط منين؟ اي اخويا اي اخويا وصلت يا حبيبي والله العظيم. يعني هو هذا التوجه، لان هناك تفاعل كبير، شافوا تفاعل كبير بالنسبه العراقيين فتحوا ابوابهم للسعود وللكويت وللبحرين. زين صحيح كأس الخليج من الناحيه الاقتصاديه، خلينا نشوف دكتور خالد. دكتور خالد، كأس الخليج من الناحيه الاقتصاديه والله شيء مهم، شيء مهم ان يطب لك اليوم الزائر والمستثمر ويطب لك السائح، ممكن والله شيء جميل. يعني بعض الاخوه ايضا كانت تعليقاتهم قاسيه بخصوص ما صرف وسيصرف. يقول لك اني بدلها الفلوس المخصصه لكأس الخليج ابني بها دور واطئه الكلفه. سيد العزيز، كل شيء له دوره. يعني عندما صرفت قطر 220 مليار دولار على كأس العالم كان له نتائج ايجابيه كثيره جدا. قد يكون هنالك بعض التساؤلات، ولكن انا انظر الى الايجابيه. كأس الخليج في البصره هذا الثغر العراقي الرائع اللي هو كل امكانيات ان يكون دوله. البصره بامكانياتها الكبيره، عندما اعمل كأس الخليج والتقارب مع الخليج، ولم اجد انا للامانه يعني هذه الزمن الطويل جدا ما شفت من الخليج اي اساءه الى العراق من دول الخليج، سواء كان السعوديه، الامارات، البحرين، عمان، ما وجدت. وانما هو هذا التقارب يؤدي الى ان تزيد العلاقه وقد نستفاد نحن. انا دائما اقول العلاقات تبنى بالفوائد المشتركه، ليس فائده الاجانب. يعني صح. عندما اعطتني السعوديه، اعطتني قبل 5 سنوات الملك سلمان اعطاني 5 مليار دولار لتشجيع المشاريع الصناعيه، لم استثمرها لحد الان. بالمناسبه انا نحكي على امريكا، اكسن بنك الصادرات الاستيرادات الامريكي ايضا اعطانا 5 مليار قبل 5 سنوات لتشجيع المشاريع الصغيره ولم نستثمرها. ليش ما استثمرنا؟ لانه صعب ان تكون هنالك تلاعب بهذه الاموال. هاي اولا. السعوديه اعطتنا لمسه. ثانيا، السعوديه اعطتنا كهرباء، ليس دفاعا عن، انا اتكلم من ناحيه اقتصاديه، اعطتنا كهرباء بنصف ما نستورده بالكلفه من ايران، الجاره ايران. اوكي زين، انا علي ان استورده بنصف الكلفه واحول نصف الكلفه الاخرى لحين ان اعمل مشاريع. هذا تمام. ثانيا، انا استورد ب4 مليار دولار فقط كهرباء وغاز ومنتجات نفطيه. انا الان تتكلمون عن ايران، انا الان في الولايات المتحده عن العراق انا الان في الولايات المتحده اجيب لكم شركات امريكيه باسعار مع منافسه، واخذوا اي شركه بالعالم ان تغطي احتياجات العراق من الاستيرادات ب4 مليار دولار من الكهرباء والنفط والغاز، وبدون ان يتحمل العراق اي كلفه اضافيه لا تتجاوز ملايين الدولارات عن 4 مليار دولار، وتغطي حاجه العراق. والعراق لا يحتاج، ولن تنقطع الكهرباء لا على البصره ولا على اي مدينه اخرى بالعراق. لماذا لم نعمله؟ اللي يتفضل به استاذي الفاضل البهادلي حول السوداني، انا طلبت منه من قناتكم الكريم، اعمل يا اخي برنامج، اعمل خطه، اعمل استراتيجيه لبناء الدوله العراقيه خلال الفتره اللي راح تكون بيها. ليس اعمل انا الان رحت المستشفى الكاظميه نقلتهم الى مكان اخر، عقوبه لهم، زين المكان الاخر نقلت لهم، شنو ذنبهم؟ ياخذون الناس ما عندهم كفاءه. يعني هم المفروض والله ترى اسبوع ورجعوا استاذ خالد اللي نقلوهم من مستشفى الكاظميه. عندي معلومات. وبعدين جايب لي هذه الاموال، اعطني اموال مليون او كذا، قال هاي من صفقه القرن. اخي هاي اموال كانت موجوده في الصندوق واخذ ما تبقى منها، وبعدين انا اطلع اموال للعراقيين. هذا مبلغ كبير جدا. علي ان اعمل خطه استراتيجيه كامله لاعاده الاموال العراقيه، احنا عندنا اموال مهربه. تعرف انا الان عندي بحث والقيته قبل حوالي 4 شهور عن العراق، الهدر المالي، المحاصصه والهدر المالي من 2003 لغايه الان. وهذه المحاضره الان جاي اكتب بها لانه راح تنشر
خلال فترة قريبة جدا. نعم. أخي العزيز، هذه الأموال التي هدرت بالعراق، يعني عدد الموظفين، راح أقول لك عدد الموظفين قبل بال 2003 كان عندنا بحدود 400,000 موظف بالحكومة العراقية. الآن 3,250 مليون، 3,250,000 موظف. عندنا الآن كانت الميزانية العراقية بالنفط مقابل الغاز، وأنا عملت ندوة مقابلة مع أحد الأخوان في التسعينات، قلت لهم المفروض أن يرتفع حصة العراق من النفط، كانت 4.5 مليار إلى 6، إلى أكثر من 6 حتى بتزايد السكان. العراق في 2003 كانت الميزانية مالته لا تتجاوز 6 مليار دولار. بالمناسبة ما طبع العراق من أموال مقابل الدينار العراقي 9 تريليون فقط، أي 6 مليار دولار، لأن حسبوه الدولار يعادل 1500 دينار فعلا. يعني 6 مليار دولار. الآن تعرف أنت كم عندنا النقد المصدر؟ 88 مليار دولار، تريليون دينار. يعني من 9 تريليون إلى 88 تريليون. هذه كلها وين راحت؟ ابحث لي عنها، قل لي وين الخطط التنموية. زين بالمقابل انا اريد اسال، نسبة البطالة كانت بال 2003 ايش قد دكتور خالد؟ نسبة البطالة بالعراق اخي العزيز كانت لا تتعدى بحدود 8 إلى 9%. زين ناخذ ارقام رسمية اليوم. السيد عبد الزهر الهنداوي عن وزارة التخطيط قال النسبة 16.5% بين الرجال وبين النساء تتفاوت، 11% تقريبا بين الرجال، 25% تقريبا بين النساء. لكن الرقم مو دقيق، علماء اقتصاد الرقم للخريجين وصل إلى 32%. نعم، خبراء اقتصاديين. أخي العزيز، أنا عندي بطالة مقنعة. تعرف شنو البطالة المقنعة؟ عندي 3,250,000 موظف بالقطاع الحكومي. تعرف انتاجيته ايش قد؟ انتاجيته 8%. يعني انا كل واحد اقدر اتخلى عن 12.5 مكانه. يعني حكاها وزير الماليه، راح الى الامارات، وزاره الماليه هناك لا تتجاوز 130، احنا عندنا 32,000 موظف. اخي العزيز، مشكله كبيره عندنا بالعراق، بالبطاله المقنعه، بزياده المخصصات. انت اخذ مجلس نواب، انا اعطيه كان في احدى السنوات 870 مليون دولار مخصصات مجلس نواب، على اي اساس؟ نزلوه الى 220 مليون في زمن حيدر العبادي، ما حد قال لا، وال220 زياده 50 مليون كافي عليهم. لماذا هذه التخصيصات؟ اخي الوقف السني والشيعي هذا عندي سنه 2004 2005 اثنينهم كان تخصيصاتهم الوقف السني 52 والوقف الشيعي 32. الوقف الشيعي صار مليار والوقف السني صار 520. يعني تلاحظ هذه التخصيصات، هذه كلها سببها الهدر المالي بما اتى للعراق. للاسف السلطه لا تتمتع بثلاث اتجاهات، انا اقولها دائما: لا تتمتع بالكفاءه، الكفاءه لا تعني شهاده، لا تتمتع بالنزاهه، وللاسف الشديد النقطه الثالثه وهي الاهم، لا ينتمون الى العراق. اخي انتمون العراق، هذا بلدكم، اعملوا من اجل مصلحه الطفل العراقي. المفروض يروح الى مدرسه. شوف المدارس قديش صرفنا عليها، وشوف المدارس حالها، شوف المستشفيات، شوف الطرق، شوف الكهرباء. يعني كل المشاكل الموجوده بالعراق هذه سببها، ولن تجد اي خطه تنمويه حقيقيه. الصراع على السلطه وجابوا قبل الكاظمي والان السوداني ومن ياتي بعده، ومن خلال هذا قل لي اي واحد من هؤلاء، سواء كان الكتل السياسيه من زمن اياد علاوي حتى لا هذا الى الان، واحد من الكتل السياسيه قدم لي برنامج عمل متكامل لتنميه العراق ووضع خطه متكامله لتغطيه حاجه الكهرباء والمدارس والصحة وغيرها والطرق والجسور وتخطيط المدن. هذه العشوائيات بالعراق الآن، شوف العشوائيات ببغداد، بغداد ما تنسكن من العشوائيات أصبحت. هذه مشكلة كبيرة جدا علينا. بغداد ما تنسكن من العشوائيات، والمتر بعض المناطق ارتفع سعره إلى 10 أضعافه قبل سنتين دكتور خالد. بالضبط. وهذا طبعا يسأل المواطن اليوم سبب هذا الارتفاع المضطرد بأسعار العقارات في بعض مناطق بغداد. هذا يقولون إلى علاقة بموضوع غسيل الأموال. طبعا صحيح دكتور؟ ما كان تهرب الأموال،
اصبحت في الداخل. الان هو هذا ايضا نتيجتها. شوف الاسعار الان خلال فتره زمنيه قصيره انخفضت الاسعار لان عدم التوجه الى هذا، التوجه الى شراء الدولار اكثر مما هذا صار. هذا التلاعب بالعراق. الان البنك المركزي العراقي حتى اخر شيء اقول لك اياه بالنسبه له، احتياطاته موجوده تغطي الاصدار النقدي. اذا يستطيع البنك المركزي العراقي الان يستطيع ان يحافظ على سعر صرف العمله بتوازنات محدده، يستطيع من خلالها الفتره القادمه يستطيع ويقدم الى تحديد سعر صرف ويواكبه، سواء كان بالدخول الى السوق مباشره للدولار والتوازن به، او للبيع بشكل للاحتياجات الخاصه للاعتمادات والحوالات وغيرها من احتياجات المواطنين الى السفر. ممكن ان يحافظ على سعر الدينار العراقي لو اراد ان يتعامل بسياسه نقديه حقيقيه مع السياسه الماليه من وزاره الماليه. نعم، وانا اذهب ايضا مع السيد البهادلي فيما قال قبل قليل وربما يؤكد ايضا. تشعر كأن هنالك فوق الدولة دولة أخرى، فوق الحكومة حكومة أخرى، خلف المسؤول مسؤول آخر واقف على راسه. إذا يريد يتحرك أي تحرك، يريد يسوي شيء، لا تفعل، هاي لا تفعل لا تفعل. هاي صار لنا بالتسويف كنا 20 سنة. أخ أنس، يعني شوف هناك أكو احتلالين بالدول، يعني هناك احتلالين، أكو احتلال سياسي وأكو احتلال عسكري. الاحتلال العسكري ممكن أن تقاتله بالبندقية، تقاتله بالمواجهة وتخرجه، لكن الاحتلال صاحب القرار السياسي. حكومتنا العراقية الحالية والسابقة والحكومات قرارها السياسي مو بديها يعني اليوم. يعني أقول الحكومات العراقية بعيدة عن تعمل، ليس تعمل بفريق واحد، كل شخص كل كتلة وكل كيان هو يعمل مفردة حقيقة. أقول بصراحة اليوم حكومة السوداني مرهونة بنجاح هيئة النزاهة. أنا أقول نأمل من النزاهة الكشف عن الحيتان المتورطين في الفساد، أسماءهم عناوينهم. يعني جائحة الفساد أصبحت يعني أخطر الملفات في العراق اليوم. يا سيدي العزيز، احنا يعني صدعوا روسنا بالحيتان فساد، حيتان الفساد، يعني حتى بالمحيطات والبحار هم نسمع. يعني على اساس الشعب العراقي سيد البهادلي ما يدري من هم حيتان الفساد، مو دا نشوفهم بعيوننا. الشان وضعه قبل 2003 وشنو وضعه هسه؟ مو الشان وضعه قبل 2003، اكو ناس الشان وضعها قبل الدوره الانتخابيه الاخيره البرلمانيه وشنو وضعها هسه؟ صار له سنه وشويه. اخ انس اسمح لي، شوف حتى بالمحيطات والبحار اكو اسماء للحيتان، الحوت الازرق، الحوت الابيض، القرش. هسه احنا نريد لنا اسم واحد من الحيتان، ماكو حيتان اليوم كلها تسرق وكلها تبوق، ونريد لنا نسمع وصدعوا روسنا بالحيتان. هو بطرق نور طلعوه بالملون، والرجال وراها طلع راكب السياره الزينه وقاعد قاعده مال واحد مسيطر، عايزه بس يورث الجقاره اللي شروته وياخذ نفسه وينفخ علينا. من المفاوضات القضاء العراقي اللي يكتب تغريده يسجن 3 أشهر، واللي يسرق 3 مليارات واموال طائله يهرب من السجن ويذهب ويطلق صراحه. طبعا فرق لازم يخلون فرق. ابن الخايبه يجب ان يعامل بطريقه، وابن الملكه لازم يعامل بطريقه. هذا الموجود. يقول لك هذا الموجود. السيد السوداني حتى ينجح فعلا لازم ينزل للمواطن. تعطيل الحياه، الموازنه، اليوم هناك صراع على الموازنه، مصلحه الشعب العراقي اكبر من اخذوا عطله تشريعيه، مصلحه الشعب العراقي اكبر من العطله التشريعيه اللي دخلوها. الموازنه تعتمد عليها كثير من الملفات المعطله، الموازنه اقرارها وتحويلها الى خدمات حقيقيه، الى حصه تموينيه لدعم القطاع الخاص والفلاحين، ودعم البطاقه التموينيه والرعايه الاجتماعيه، ودعم القطاع الصحي والخدمي. وهم الان اخذوا عطلة تشريعية. يعني المفروض الآن ملفات مناقشتها في هذه الفترة، مو أروح وأذهب أنا وآخذ عطلة تشريعية وأحوف المواطن العراقي الدولار يصعد 56 وهو يمشي بالشارع مثل يعني هو ولهان. هسه لو باقين على 56 زين، يوم قفل 58 ونص.
عمي 56 رضايت الله عليه، سواء دولار او غير شيء، لانه عبروا مراحل النصب والاحتيال، قاموا يبوقون علنا ويطلعون محاكمين على الشاشه علنا، ووراها نشوفهم يفترون وحسب الاصول، وراح يقضون الكريسماس على فكره بروسنا احنا ولد الخايبه. احنا نايمين على الدولار، قعد دولار، صعد الدولار، تروح تجيب بطل زيت يقول لك ابو لك والله صعد 500 600. والله العظيم اكو عوائل ما تقدر تستطيع، يعني هذا سعر الزيت. اخ خالد والله العظيم انا ابن الشارع وما طالع البطال، اليوم معاناة كبيرة. يعني شوف المرأة من تذهب تريد تجيب تمة، تريد تجيب زيت، تريد تجيب بقوليات، تريد تجيب أشياء للعائلة العراقية، يعني أشياء بسيطة. وأبو متجر يقول له والله سعر الدولار اليوم أنا كنت فيه جميلة، وهذا صعد الدولار الزيت وصعد التمن وصعد البقوليات. لا السيد البهادري مو أيضا السيدة النائبة حايرة أيضا، نفس الحيرة عندها، بس مو هاي الحيرة اللي عندها، نفس الحيرة هي والسيد النائب. وين راح يقضون ليلة الكريسماس؟ هابي نيو يير عليهم، وإن شاء الله يصحى ضميرهم على السنة الجديدة. وأنا أشكركم جدا. أنا دا أضحك بس انطحلت والله. بس اسمع لي ملاحظة أخيرة بس أقول. إيه نعم. من قناتكم الكريمة، إذا كان هنالك موازنة حقيقية، إحنا مجموعة عراقية، أنا كنت قبل شهر في بغداد يعني. نعم. من قناتكم الكريمة، إذا كانت هنالك رغبة للسيد السوداني أن يعيد هيكلة العراق فعلا ويبني دولة عراقية، من الموازنة القادمة نستطيع إحنا مجموعة عراقية كبيرة مجانا نقدم خدمات لهذه الموازنة، كيف تصرف هذه الموازنة، وكيف تكون محاربة الفساد ومعالجة الفساد، وكيف الحصول على الأموال العراقية إذا كان هو جاد على الأموال العراقية المهربة. يا أخي العزيز، العراق في الأموال مهربة بسهولة تجدها، لأنه الفروقات ما بين الفساد وسعر الكلفة عالي جدا. نعم. بأي مشروع، أخذ لي أي مشروع بالعراق تستطيع أن تجد الفساد، فنستطيع أن نجد ونعيد أموال كثيرة للعراق. وبالمناسبة كثير يقال أنه دول تغطي على العراقيين، لا، هذه الدول أنا أحاسبها وأقول لها تعالي، إذا كانت أي دولة بالعالم، إنجلترا وغير إنجلترا، وقاعدين رؤساء وزارات بإنجلترا عراقيين وما نقدر، لا نجيبهم من إنجلترا ومن غير دول العالم، نجيبهم، ونستطيع أن نأخذ الأموال التي هربت والتي سرقت بشكل سهل، ليس سهل جدا، وإنما نستطيع أن يعني نستحصل على أموال كبيرة جميل. من العراق. وهذه مناشدة من قناتكم إلى السيد رئيس الوزراء، إذا كان راغب وجاد حقيقة لديه نسخة منه إلى المكتب الإعلامي للسيد رئيس الوزراء للتفضل بالاطلاع والأخذ برأي هذه القامات العراقية. شكرا لكما سيدي الكريمين. رئيس مركز الخلد للدراسات الدكتور خالد الشمري من ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا أيضا الباحث في الشأن السياسي الأستاذ محسن البهادري اللي كنت معنا من الحبيبة بغداد. شكرا لكم مشاهدينا، حق الرد مكفول. تحياتي أنس عبد الرحمن وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، عندكم العافية.